نبدأ بالمطاعم. أول مطعم في القائمة عندنا هو مطعم بيتش فيو. طبعا هذا المطعم بيتش فيو موجود في شاطئ ليدو. زرته أكثر من مرة. اللي يميز المطعم هذا هي الإطلالة حقته من الاسم. يعني صراحة الأكل مو ذاك الزود، يعني الأكل عادي، مو يعني شيء ملفت، لكن القهوة حقتهم حلوة الصراحة. فيعني أنصحكم تجربوا الكابتشينو حقه. طبعا زي ما قلت اللي يميز المطعم هو الإطلالة، يعني إطلالة الجلسات الداخلية أو الخارجية كلها تطل على الشاطئ. فالصراحة هذا الشيء اللي عجبني في المطعم. أسعاره لا بأس بها، يعني في المتوسط، لكن الأكل مو ذاك الزود. المطعم اللي بعده هو مطعم سحارة. هو كمان موجود في شاطئ ليدو. طبعا المطعم هذا بدأ على شكل فود تراك. أول ما تعرفت على المطعم هذا كان عندهم حساب في السوشيال ميديا. طبعا أغلب المطاعم اللي أنا ذكرتها هنا عندها حسابات في السوشيال ميديا، فتقدر تطلعوا كل اسم مطعم في الانستغرام أو الفيسبوك. مطعم سحارة متخصص في الأكلات المكسيكية. بدأوا شباب على شكل فود تراك. كنا نطلب منهم. كان الفود تراك تقريبا في بولحوبة في جنب مدينة. أكلاتهم جدا رائعة، النكهة صراحة جميلة، الأسعار مقبولة. أكثر الأكلات اللي هي الأكلات المكسيكية اللي هي التاكوس، الكاسادية. المطعم موقعه إحنا اللي رحناه هذا في ليدو جنب بيتش فيو. فإحنا كان اليوم اللي رحنا فيه بيتش فيو مجرد شربنا القهوة في بيتش فيو وتمتعنا في المنظر، ولما رجعنا رحنا أكلنا في سحارة. طبعا زي ما انتم شايفين معايا المنيو، هذه بعض الأسعار. $6 الكاسادية، التشيكن مع الشيبس يعني $2. التاكوس $4 $5. الأكل صراحة النكهة في الأكل جدا ظاهرة وقوية. بالإضافة إنه ديكور المطعم عجبني من ناحية إنه ديكور سيمبل في نفس الوقت، يعني الأشجار والأخشاب، هذا الشيء صراحة جدا عجبني. الديكور يعني كان رائع، ويعني إنه مفتوح من فوق في نفس الوقت. يعني كان الوقت اللي إحنا رحناه ما كان في زحمة، فيعني تقدر تشوف المطعم فاضي تقريبا، ما في أحد إلا إحنا. الستاف صراحة كانوا ودودين، الشباب كانوا جدا خدومين. يعني أي سؤال أو أي حتى الأسعار، حتى لما سألناهم هذا كذا هذا كذا يعني جاوبونا. فصراحة مطعم أنصحكم فيه سحارة. موجود في ليدو جنب بيتش فيو. كمان تقدروا عندهم موقع في بولحوبة فود تراك حقتهم، تقدروا تطلبوا منهم في ديليفري. احنا قبل كده طلبناه كم مرة. الأصناف اللي أنا أنصحكم فيها طبعا اللي هي التاكوس، سواء تاكوس بالمقرمش أو بالتاكوس العادي. صراحة الاثنين جدا رائعين. فيعني هو المطعم اللي فعلا عجبني أكله. الأسعار مقبولة حد ما، والأكل حلو صراحة، النكهة يعني حلو صراحة. يعني أكلات مكسيكية، التاكوس، البوريتو، هذه الأشياء. فصراحة عجبني المطعم وأكلاته حلوة والأجواء حلوة. يعني طبعا إحنا في وسط الأسبوع خرجنا فما في زحمة أبدا. غالبا بيكون عندهم في زحمة، يمكن في نهاية الأسبوع بيكون بيقدموا عروض كوميدية، ستاند اب كوميدي. بس لكن إحنا طبعا في وسط الأسبوع تقريبا ما في أحد. المطعم اللي بعده في القائمة مطعم عرشي. مطعم عرشي من المطاعم الكلاسيكية أكثر. مطعم سحارة ممكن يصنف فاست فود أكثر، لكن مطعم عرشي من المطاعم الكلاسيكية. ديكور جدا رائع، يعني ديكورهم هو أكثر شيء يميزهم، غير الإطلالة كمان حلوة. عندهم قائمة بالمأكولات، فيها ستيك، فيها الدجاج، فيها الشريمب والسمك وهذه الأشياء كلها. إحنا طبعا طلبنا حلويات فقط، يعني حلا وقهوة. الحلا كان لا بأس به. الاسبريسو كان رائع. أكثر شيء عجبني في المطعم اللي هو الديكور، غير الستاف كان رائعين. والمطعم له إطلالة، ممكن تطلعوا الطابق اللي فوق تقدروا تتفرجوا على الإطلالة، حتى إطلالة الجلسات لما تكونوا جالسين جدا رائع الإطلالة اللي بتشوفوها. يعيب المطعم شيء واحد فقط، هو موقعه صراحة شوية يعني يتوه، ممكن عشان جوا في الحارة ما هو على الشارع العام، لكن صراحة مطعم رائع. نيجي للحدائق والمنتزهات.
أول حديقة هي حديقة بنادر. قد سويت عليها فلوج أنا عندي في القناة موجود، تقدروا تتفرجوا عليه. لكن على السريع، حديقة بنادر من الحدائق يعني مناسبة للأطفال، الخرجات العائلية. اللي بيميزها إنه يكون في ألعاب متنوعة للأطفال، غير إنها بتكون في وسط البلد. هذا أهم شيء عندي. يعني أنا لما أدور على حديقة يعني أودي الأطفال أو يعني نتمشى إحنا حتى ككبار، الحديقة هذه تكون الخيار الأول، لأنه هي قريبة وفي نفس وسط العاصمة. يعني زي حديقة دار السلام من الحدائق الحلوة، لكن عيبها إنها بعيدة. لكن هذه الحديقة اللي بيميزها إنها قريبة وفي وسط البلد، يعني في أقل من ربع ساعة بتكون متواجد فيها. طبعا الحديقة فيها ألعاب متنوعة، بيكون فيها القطار، المراجيح، بالإضافة إنه فيها بعض الخدمات زي الكوافير، يعني صالون تجميل نسائي مصغر. كمان متواجد فيها اللي هي قاعة احتفالات خاصة للاحتفالات. يعني تقدروا ترجعوا الفيديو اللي أنا سويت عليه فلوج العيد، حتلاقوا فيه قاعة مخصصة للاحتفالات. في الصومال تلاقوا بعض المنتزهات بيكون فيها قاعة احتفالات زي هذه القاعة الموجودة في حديقة بنادر، أو بعض المطاعم بيكون فيها قاعات مخصصة للاحتفالات. كمان بيكون فيها الألعاب متنوعة زي سيارات الصدام. بيكون فيها ألعاب يعني متنوعة، يعني حقت الأطفال، مراجيح، الزحليقات. أسعار الدخول تقريبا $2 للفرد. في العيد يعني بيكون $2، باقي الأيام بيكون $1. الألعاب أسعارها تتراوح ما بين $2 ل$3. أقصى شيء شفته الألعاب كان $3 تقريبا. في بعض الألعاب $1، لكن يعني مو كثيرة، لكن أغلب الألعاب بتكون $2 ل$3. الحديقة مناسبة للأطفال، مناسبة للخروج العائلي. زي ما قلت إنها في وسط المدينة، فيعني ما حتكون بعيدة وما حيكون المشوار فيها متعب. فهذه من الأشياء اللي أنا عجبتني في الحديقة هذه. الحديقة اللي بعدها عندنا في القائمة هي حديقة دار السلام، من أشهر الحدائق وأكبر الحدائق في مقديشو. طبعا حديقة دار السلام تتبع لمنطقة سكنية كاملة اسمها دار السلام، خارج شوية العاصمة. الحديقة جدا كبيرة وواسعة، ألعاب فيها جدا رائعة. بيكون فيها ألعاب وفيها كمان أنواع متنوعة من الألعاب، غير إنه الألعاب فيها في ألعاب مائية. كمان فيها حديقة حيوانات، شفت بعض الحيوانات زي القرد، زي النعامة. غير إنه المساحاتها كبيرة. حديقة بنادر صغيرة، لكن حديقة دار السلام كبيرة. أحلى لعبة صراحة كيفت عليها هي اللعبة المائية هذه، ما أدري إيش اسمها، لكن صراحة كانت رائعة. ركوب الألعاب هذه، اللعبة هذه بالذات $4، هي أغلى لعبة. باقي الألعاب على $2-3 تقريبا. في مقترحات مطاعم أنا ما زرتها، أو زرتها بس لكن ما سويت فيها بلوج. المطعم الأول هو مطعم آزال المندي. مطعم آزال مطعم معروف، له فروع في دبي تقريبا. مطعم الشيف والطهاة فيه من الجالية اليمنية. طبعا أكلهم لا يعلى عليه، بيركزوا أكثر شيء على المندي وعلى الرز وهذه الأشياء. المطعم اللي بعده اللي هو جول جنو، هو مطعم سلاش كافي. طبعا هذا ما رحته، ان شاء الله عندي في القائمة. اللي يميز المطعم هذا شايفين من الصور الجلسات على المسبح، مع الجو الحلو، جلسات على المسبح صراحة جدا رائعة. بيكون عندهم كمان تقريبا أنشطة وأغاني أو عروض كوميدية تقريبا. آخر مطعم بيتزا هاوس، غني عن التعريف، أنا رحته أكثر من مرة. المطعم من أوائل المطاعم في مقديشو اللي الناس كانوا طايحين عليه بشكل كبير. اللي يميزه اللي هو البيئة. مطعم بيتزا هاوس هي الجلسات حقته والبيوت الخيش، هذه الواحد يكون جالس يحس نفسه كأنه جالس وسط الغابة أو شيء زي كذا. أسعاره مقبولة. البيتزا كانت $8، آخر مرة رحت الشاورما كانت $4. يعني أسعاره مقبولة. والعصيرات الفريش كانت على $1 أو $2 بالكثير. أتمنى الفلوج هذا يكون عجبكم. لا تنسوني من الدعم والاشتراك في القناة. هذه حسابات التواصل الاجتماعي حقتي، تواصل وتقدروا تتواصلوا فيها معايا. أتمنى لكم إن شاء الله إجازة ممتعة وعيد سعيد. شكرا لكم.